سلام عليكم. احنا ليه يا جماعة كل حاجة حلوة لازم نشوهها، كل حاجة حلوة لازم نسرقها؟ وانا معدية كده على الطريق شفت المكان ده، بصراحة حزنت جدا. المكان كان في قمة الروعة، وانا معدية عليه شفت اللي انتوا شايفينه ده، سرقة الرخام في منطقة ميدان القلعة. بصوا كده، شوفوا حضراتكم معايا، دي كلها كانت متغطية بالرخام الأسود. شوفوا الحال اللي احنا وصلنا ليه. فين الرقابة؟ فين المسؤولين؟ مش عارفة. مكان جميل زي ده ليه نشوهه؟ ليه نسرق الرخام ونكسر وندمر ونعمل اللي حضراتكم شايفينه ده؟ مكان للناس كانت بتستمتع فيه، كانت بتقعد فيه في الصيف، كانت يعني كان متنزه ليهم. ليه اصلا نحوله بالشكل ده؟ حد يقول لي، يعني حد يقول لي ليه يعني مكان فيه تطوير ومعمول بطريقة حلوة، يعني ومعمول للناس الغلا عشان تطلع تتنفس منه، ليه اصلا يعني يحصل فيه كده؟ ده احنا يعني ما كملناش سنوات قليلة يعني معمول المكان ده. طبعا حضراتكم شايفين الرخام الاسود اللي المفروض كان موجود كله اتسرق وكله اتكسر. المكان كنت بعدي عليه كان بيبقى جميل جدا، وكان زحمة وبلاقي ناس كتيرة جدا قاعدة مستمتعة بالجو في الصيف. ليه يتحول لمنظر زي ده يعني؟ ليه اصلا يعني الحرامية ليه يعني يسرقوا حاجة زي كده او يعملوا حاجة زي كده؟ مش من حقهم. يا ترى اكتبوا لي بقى في الكومنتات مين المسؤول عن حاجة زي كده. يعني مثلا انا عملت ميدان زي دوت وطورته بآلاف او ملايين الجنيهات، المفروض يبقى فيه متابعة. السلام عليكم، انا حزينة بجد.